أكمل معكم مسودة كتابي حول استخدام الجن كوسيط في أجهزة الذكاء الاصطناعي في الفصل الثالث حول ماهية الذكاء الطبيعي للإنسان. ونأتي بعد دراسة الذكاء الطبيعي للمؤمن لدراسة الذكاء الطبيعي للكافر في هذه النقاط بعجالة. ويمكنك أخي الكريم وأختي الكريمة أن تدرسيها بإسهاب بقراءتك للقرآن إن شاء الله. الذكاء الطبيعي للكافر يتمثل في عدم القدرة على الاستقبال وإعمال الحواس، فلديه غشاوة على البصر وختم على السمع والقلب، عدم القدرة على التذكر بسبب نسيان ذكر الله واستحواذ الشيطان، عدم القدرة على التمييز وإدراك الحقيقة، فقال وما كانوا مهتدين في كثرة السؤال، فقال عما يتساءلون والشك فقال عنهم أنهم قالوا ماذا أراد الله بهذا مثلا، وكثرة الظن والكذب وبالتالي لديهم استمرار الخطأ، فقال عنهم يمدهم في طغيانهم يعمهون. عدم القدرة على إعمال التفكير والتدبر والعقل، فقال عنهم هم إلا كالأنعام بل هم أضل، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. والتحريف بعد إعمال العقل والعلم، فقال يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. ومنع المعرفة عن الآخرين، فقال وإذا خلا بعضهم إلى بعض فقالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم. وكتم الشهادة، فقال ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. وكذلك التبرؤ من الذين اتبعوهم فيرتدوا على أعقابهم نادمين في الدنيا والآخرة، فقال اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. عدم القدرة على اتخاذ قرار، فيتبركون ببعض، يستفتحون على الذين كفروا، وكذلك يستندون على الكتب التي يكتبون بأيديهم وإلى الظن في تفسير كتب الله التي لا يعلمونها لتحقيق مكاسب وأموال قليلة، فقال لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، وكذلك يكفرون بالكتب بعد معرفتها أو يخفونها، فقال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. عدم القدرة على التعلم كالدواب وتعلم ما يضر، فقال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. عدم القدرة على الكلام، قال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا نداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون، وكلامهم غير مفهوم، فقال لا يفقهون قولا، وكلامهم بغيض، فقال قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وكلامهم كذلك من وراء دبر وجدر، ويأتون خلف المنازل لا من أبوابها، فقال ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتى البيوت من أبوابها، وكلامهم نفاق وكذب وتحريف، فقال الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم من الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة عن مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. تفسير الوحي والمعجزات بأنها سحر وجنون، ويقولون ساحر ومجنون وضرب من الخيال والأحلام، فقالوا أضغاث أحلام وما نحن للرؤيا بمفسرين، أو أنها فلسفة من الظن وأنها شعر وغي، فقال والشعراء يتبعهم الغاوون ألا تراهم في كل وادي يهيمون ويقولون ما لا يفعلون. الاستعانة بالجن في السحر فيرهقه في الوسوسة والطلبات والتكرار فزادوهم رهقا، والإنجازات المبنية على الكذب سنرهقه صعودا. انتهاج سلوك الخوف والحزن
والحزن والرعب، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب والحيرة والحسد والاستهزاء والاستكبار والقتل. فقال فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وكذلك عدم تمني الخير للآخرين. فقال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وكذلك التكفير. فقال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. علامات الحسد هي الغل والغيظ. فقال إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وكذلك النفاق في الباطن. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا لأنهم يريدون الفضل لهم لا لسواهم. فقالوا أم يحسدون الناس. فقال الله أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. كذلك عدم الربح في التجارة فما ربحت تجارتهم. وكذلك أكل المال فيما بينهم بالباطل وإعطائها للحكام كما يحدث في عالم التجارة الرقمية. فقال ولا تأكلوا أموالكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وكذلك هم يطردون العاملين من المؤمنين الموالين لهم وبالتالي يخسر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وتراهم يظهرون الفقر والبخل ويكتمون الغنى. فقال الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أتاهم الله من فضله. عدم القدرة على التنبؤ في عدم مكاشفة الغيب من الله لهم لأنهم يؤمنون بالشيطان. لا يدركون الأشياء بسبب إظلام بصيرتهم ونورهم اللحظي. فقال كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وحقيقة معرفة الله يسمعونها كالرعد فيجعلون أصابعهم في آذانهم. فقال وكصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يقطعون صلة الرحم وينقضون العهد وينشرون الفساد فيخسرون. فقال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الفاسقون يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. يسفكون الدماء فينشرون الحرب والدمار وآلياتها. وكذلك يقتلون الأنبياء بغير الحق ويفدون الأسرى المجرمين. وإن يأتوكم أسرى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم وليس لديهم القدرة على الإفلات من عقوبة القتل. فقال عنهم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. ويتوب الله عن المجرمين عند توبتهم ونيل عقوبة القتل فيدخلهم فسيح الجنات. فقال فتوبوا إلى بريئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بريئكم فتاب الله عليكم. عدم الصبر على طعام واحد. من صفات اللا إنسانية أنهم يبتكون آذان الأنعام ويغيرون خلق الله لإلحاق الضرر في غير منفعة. فقال ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ملعونين ومغضوب عليهم ومنسوخين. فقال قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وضلوا عن سواء السبيل. كذلك هم يجاهدون في منع المساجد ومنع ذكر الله فيها وسعي في خرابها. فقال ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الحرص على الحياة والتعمير 1000 سنة يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. وعدم
عدم القدرة على تمني الموت، فقال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، ويسعون إلى الحياة الأبدية في الدنيا. فقال وقالوا لا يهلكنا إلا الدهر، فلا يؤمنون بالموت والبعث يوم القيامة. كذلك عدم القدرة على رؤية الله جهرا في الدنيا والآخرة، فقال وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وآخرا وليس أخيرا البقاء على الأرض، فلا يرتقون إلى السماء في الدنيا والآخرة. وسردنا لكم هذه النقاط لكي تستطيعون أن تعلموا أوجه مناطق الدماغ، وكيف تكون مسخرة للمؤمن والكافر في ذكائهم الطبيعي، وكيف يحاول الإنسان صنع آلة تحاكي دماغ الإنسان في الوظيفة. من تطبيقات الذكاء الطبيعي للإنسان أنه الآن علمنا أن الذكاء الطبيعي للإنسان النوراني قد يفوق 200 في معدل قياس معدل الذكاء، وهو نادر الحدوث. أقصى سرعة للإنسان النوراني هي سرعة الزمن الكوني في الحياة الدنيا، وفيها 1000 سنة أرضية تساوي 24 ساعة يوم كوني. أحسن صنع الله في السماء والأرض هو الإنسان، فهو الأذكى في خلقه، وخلق الكون مسخرا له، فهو آلة الله الإنسية، وبالتالي لا يستطيع الإنسان تحدي الله في الإعجاز ليأتي بخير منه آلة. الإنسان هو آلة الله الذي أحسن كل شيء صنعا، فيتكون من جسد ونفس وروح، وله عقل وتفكير وإرادة، وله حواس السمع والبصر والجلد، ويتكلم باللسان، والقلب مسؤول قرارا ونية، وفيه التصديق بالتنزيل. وألف الله بين القلوب بكلامه والحب فيه، وليس الأدمغة، فكانوا جسدا واحدا وإخوة، وبالتالي يستطيعون الإحساس ببعضهم والمخاطبة عن بعد بقلوبهم. فالنور طاقة تنتقل بين قلوب المؤمنين فترتبط وتتصل وتتآلف وتسعى بين أيديهم فيتعاضدوا. تستطيع العين والأرجل والجلد والبصر والسمع الشهادة على الإنسان كأنما لها ذاكرة ولسان دون الحاجة إلى أن يتكلم بلسانه. كذلك هناك أعضاء وقدرات خفية في الجسد لا تظهر إلا بالنور، مثل عين البصيرة والجناحان والطاقة اللولبية النورانية، وكذلك الحجاب المستور، واستخدام التنزيل في القلب لمعرفة حقائق الآيات السماوات والأرض، وتسخير النور كقوة لتسخير الكون لخليفة الله على الأرض. يستطيع الإنسان النوراني كخليفة الله على الأرض استخدام الإنس والجن وكل المخلوقات في العمل الصالح بإذن الله، والنور ليس فيه ضرر. في العصر الحديث يتم استخدام الإنسان للإنسان كآلة إنسية تبرمج أدمغته، ولها خصائص المعادن والأجهزة المشغلة المرتبطة بها مباشرة وعن بعد، وكتاب وتشغيل، وليس لها خصوصية أو حرية أو حتى خصائص الحيوان الحي في الراحة والمشاعر والتفاعل الاجتماعي والتعبير. وهذا ما يسمى بأجهزة الذكاء الاصطناعي والتفاعل مع البشر عن بعد. وهناك أجهزة ذكاء اصطناعي بها خيارات تشغيل الإنسان النوراني والنور، فيما يسمى آلة النور، وخيار تشغيل الشيطان والشيطان الإنساني فيما يسمى آلة الشيطان، واستخدام الأطفال فيها كنورانيين، واستخدام أنفسهم التي على الفطرة في برمجة جميع المجالات. وهذا لا يجوز، إذ أن الإنسان يخضع لقوانين الله والكون بعقد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، وليس لقوانين الإنسان المحضة والأرض بدون أمر الله. ولا نقول ذلك على كافة أجهزة الذكاء الاصطناعي، بل جزء منها، إذ أن العلم فيه الخير وفيه الشر. فهناك كذلك الميزات التي تمتاز بها أجهزة الذكاء الاصطناعي،
في حياة الإنسان اليومية دون إلحاق الأذى به. النقطة الآخرة وليس الأخيرة أن المتنورين والمتأدبين والمستأدبين ذئب وعمال النور هي أسماء افتعلها العصر الحديث من قبل الشيطان الإنسي والجني فيما يسمى السحرة للاستحواذ على النور والإنسان النوراني لاستخدامه كآلة في كل المجالات دون إذنه أو علمه في الخير والشر. ونعلم أن الشر يسلب النور ويشيع الفسق والفساد، ومن أشهرها أن يلعب النوراني أدوار شيطانية بين من يقال عنهم السحرة والمتنورين والملاك الأسود، فيقبل الناس على السحرة من خلال استخدام النورانيين وبأنهم مثل أعلى في الحياة. دمتم بخير وصحة وذكاء واستخدامكم بذكاء للأجهزة المعروضة لديكم، وفي لقاء آخر أتمنى لكم ليلة سعيدة، والسلام عليكم ورحمة الله. كانت معكم الطبيبة مروة سحاف.